اهلا بيكم. لو بتفكر تبدا برمجه وفي دماغك مليون سؤال، زي ابدا بايه، اتعلم منين، ابدا ويب ولا موبايل، فالفيديو ده مخصوص علشانك. الناس دايما بتسالني ابدا باي لغه، بس السؤال الصح انت عاوز تعمل ايه؟ بمعنى، تعال نشوف الجدول البسيط ده. هنا لو انت هدفك موبايل ابس، في حاجه اسمها دارت، دي لغه برمجه. الفريم ورك اسمها فلاتر، دي حاجه كروس بلاتفورم، يعني كود واحد ينفع تستخدمه للاندرويد وينفع تستخدمه للاي او اس. طيب لو انت في دماغك حاجه نيتيف، يعني اندرويد بس، فممكن تتعلم كوتلين. طيب لو اي او اس بس، ممكن تتعلم سويفت. اتجاهك مش موبايل ابس اصلا وعايز تتعلم ويب، انت ممكن تبدا ب HTML CSS جافا سكريبت. طيب انت مش عايز البرمجه العاديه وعايز تدخل في حته الاي اي والداتا، فانت ممكن تتعلم بايثون. طيب لو عايز تتعلم نظم وحمايه، فانت ممكن تتعلم سي بلس بلس او راست. فمن هنا انت لما تحدد هدفك هتوفر عليك حاجات كتير جدا. يعني ما تبداش بلغه ترند، ابدا بهدفك. فايا كان اللغه اللي هتختارها، ففي اساسيات لازم تتعلمها. زي ايه؟ زي مثلا الفاريبلز، الاف كونديشنز، اللوبس، الفانكشنز، الاريز اور ليست. هي في لغات برمجه بتتعرف على انها ليست، ولغات برمجه تانية بتتعرف على انها اري. او وتتعلم برضو الاوبجكت اورينتد كونسبت، الكونسبت بتاع الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. فدي البيزك بتاعت اي لغه. مجرد انك تتعلم ده، فمهما كان لغه البرمجه اللي هتستخدمها هو هيكون اختلاف سينتاكس، لكن البيزك بتاعها واحد. طيب نرجع لحته جزء اتعلم منين. انت ممكن تتعلم، يعني لو عايز اساس قوي انا ارشح سيس 50. سيس 50 يعني فوق الممتاز. الكورس متاح على اليوتيوب عادي، وممكن تتعلمه من هارفارد نفسها عادي بالمجان. طيب عايز ابدا، تبدا ازاي او تنظمها ازاي؟ تعال ننظمها مع بعض. احنا ممكن نخلي الشهر الاول يكون سي اس 50 لغه واحده زائد مفاهيم. بعد كده خلاص تاني شهر انت تطبق على اللي انت اتعلمته وترفعه على الجيت هاب، تتعلم الجيت هاب ازاي ترفع عليه. طيب الشهر الثالث انت تبدا بقى خلاص الفريم ورك بتاعك واللغه اللي انت عايز تتعلمها كويس. يعني بمعنى، انت خلاص عايز الابس، فانت هتتعلم دارت، تعيد عليها بعد ما انت خدت السي اس 50. طيب عشان تتعلم السنتكس بتاعها. طيب انت دلوقتي عايز وليكن ويب زي ما احنا قلنا. المهم تعمل مشروع حقيقي وترفعه على الجيت هاب. ومن هنا يعني انا شايف ان انت تبدا تتعلم. بعد ما تتعلم وتطبق، اهم حاجه التطبيق. يعني انت لما تطبقت خلاص انت كده بتثبت المعلومه. طيب هل ده هيفيد في الشغل؟ الشغل حتى لو انت مجمع من التطبيق والكورسات اللي انت واخدها 60% 70%، لما هتتحط في الشغل هتعرف تأدي. اهم حاجه عمليه السيرش، اللي انت تعرف تبحث كويس، اللي انت تعرف تدور على المعلومه، اللي انت تعرف تحل المشاكل وتعرف تجيب يعني المشكله هيترتب عليها مشاكل ايه تانية، وتهندل ده كله. فده مش بيجي غير بالممارسه، بيجي بالسيرش، ان انت تعرف تتعلم السيرش. انا احمد بحيري. لو انت بدات او ناوي تبدا، اكتب لي تحت وانا اقول لك افضل لغه ممكن تبدا بيها، واقدر اساعدك كمان. ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان تتابع كل ما هو جديد. سلام.